عليه السلام كان يدعو إلى المذهب الشيعي بلا إشكال، فإذا ضممنا إلى ذلك الالتفات إلى أنه سلام الله عليه استطاع استقطاب أكبر عدد وأعظم نسبة من المجتمع في هذا الاتجاه، وأن الملتفين حوله والمتعلمين منه كانوا بأعداد هائلة جدا، حتى أن 900 شيخ في مسجد الكوفة يقول هنا في مسجد الكوفة كان مدرسة في ذلك الحين، حتى أن 900 شيخ في مسجد الكوفة يقول حدثني جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله. فكيف بغير مسجد الكوفة من مناطق